مرحبا بك يا نبع الإسعاد في البيت. من هو نبع الإسعاد؟ أنت أيها الأب، أطالبك بأن تنفق، وإذا أنفقت أن تظهر الفرح، فإن بعضنا ينفق وهو كاره ويشح على أبنائه وهو قادر، فيخرج من قلوب أبنائه بالشح والبخل بدعوى أجمعها لكم. طيب، أجمل الحياة يوم أن تنفق علينا ما جمعت وأنت حي، أنا أنتظر موتك؟ اسمح لي يا نبع الإسعاد، أسعدهم وتهلل يوم أن تنفق عليهم، واشكر الله يوم أن ترى أثر النعمة عليهم. فإن بعض الأبناء يقول: والدي لا ينفق إلا وهو كاره، نرى في وجهه الحزن يوم أن نأخذ، وهل جمعنا المال إلا لهم؟ أليسوا قرة العين ويسوون عندنا ماء العين ودفء القلب؟ أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.